السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. بص الجمال، شايفين الجلاش الجميل ده؟ ما شاء الله، حاجة كده زي العسل، حاجة كده فاخر من الاخر. واحدة معمولة بالجبنة وواحدة معمولة باللحمة، معمولة بطريقة حلوة خالص الاتنين، وحاجة جميلة جدا جدا ما شاء الله، حاجة كده زي العسل. هنقطع كده الجلاش ونوريكم. ما شاء الله، بصي يا بنات، حاجة كده زي العسل، حاجة تحفة ما شاء الله، وطالعين زي العسل كده. حاجة كده يعني معمولة كده تركي، وحاجة معمولة كده مصري، وحاجة كده يعني أكل يعني جميل جدا 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 ما شاء الله. صينية الجلاش اللي هي بالجبنة كده معمولة على الطريقة التركية، حاجة زي العسل كده. بصي يا بنات، جميلة جدا جدا ما شاء الله، تحفة تحفة والله العظيم. بصوا أصابع الجلاش معمولة ازاي، زي العسل كده. بصوا مستوية كده، وحاجة بالجبنة كده جميلة 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 ما شاء الله، واقتصادية وزي العسل. عندك حبة جبنة كده على حبة لحمة كده صغيرة عملتم عليها، هتشافوها زي العسل كده. بصوا يا بنات، سخنة كده وحاجة، بصوا شوف الجبنة سايحة كده ونايحة فيها، وحاجة زي السكر ما شاء الله ما شاء الله. بس الجبنة الموتزاريلا على الجبنة الرومي سايحة فيها ما شاء الله، الله أكبر عليها، طعمة 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 جميلة جدا جدا ما شاء الله. يا رب يعجبكم الفيديو كده، وتحطوا لي لايك واشتراك كده في القناة، وتنورونا وتكترونا كده في القناة بتاعتنا كده، تكبر بيكم ان شاء الله بإذن الله. بصوا الجبنة الموتزاريلا بتمط بس سخنة جدا جدا، مش عارفة اقطع واوريكم ما شاء الله. يلا نشوف عملناهم ازاي والطريقة ايه، حاجة كده يعني زي العسل. بس اوريكم التانية الاول، بعد كده اوريكم عملناها ازاي. بص التانية باللحمة مورقة وزي العسل. بصوا يا بنات، دي مورقة ودي مورقة، وحاجة زي العسل، تحفة ما شاء الله ما شاء الله. دي باللحمة اهي، يعني رضينا جميع الاطراف، اللي عايز باللحمة عملنا له، واللي عايز بالجبنة عملنا له، ما شاء الله زي العسل الاتنين. بصوا يا بنات ما شاء الله، حاجة كده يعني جميلة جدا جدا، حلوين خالص ما شاء الله. لو عندك عزومة، عندك خطوبة، عندك اي مناسبة ينفعوا فيهم. احنا عندنا بصي يا بنات لفتين من الجلاش، اللفة دي الجلاش ده مكتوب عليه حادق مش مسكر، يعني اللي هو للحوم والجبن، فجبنا لفتين، اللفتين دول. بس لو لقيت الراجل اللي هو بتاع اللي هيبيع الكنافة وهيبيع الجلاش يكون افضل، لان اللفات بتاعته بتبقى اكبر من اللفات اللي هي دي يا بنات. انا جبت اللفتين دول كده، هجيب فوطه احطهم كده عشان ما نشافوش مننا واحنا شغالين. هنفرد كده لفه الجلاش، لانهم كان عندنا من بدري في الفريزر، حتى لو مكسرين هنعملهم. بصوا يا بنات، هنفردهم كده الاول اهو كده. بعد كده طبعا كنا مجهزين الطعصيه بتاعت اللحمه، مرضيناش نجيبها عشان ما نطولش عليكم. وطبعا هنجيب الصينيه وهنشتغل فيها على طول بالطريقه اللي هي دي. هنعمل اول واحده باللحمه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. انا بفك كده الجلاش من بعضيه الاول عشان اشتغل فيه على طول. بصوا يا بنات اهي، حتى لو مكسره لو مقطعه هتنفع وتطلع بالطريقه اللي انتوا شفتوها. هنرصها كده جنب بعضيها، هتشوفوها كده وهتطلع بالطريقه التحفه ان شاء الله باذن الله. هنجيب فوطه كمان تاني عليها ونغطيها عشان ما تنشفش مننا، وناخد منها ونغطيها عشان الهواء ما ينشفاش، لاننا طبعا الجو حر شغالين وفوق دماغنا في المروحه، جنبنا المروحه من الحر طبعا. هنتن الاول الصينيه بالماده الدهنيه، دي سمنه دي يا بنات، طبعا لما تكون سمنه تبقى افضل. وهنرص كده فيها ورق الجلاش زي ما انتوا كده شايفين. هنجيب اول ورقتين كده، مش ورقه لا، ورقتين ورقتين كده، وهعتنهم بالماده الدهنيه كده زي ما انتوا كده شايفين اهو. طريقه جميله جدا جدا ما شاء الله، كلكم شاطرين وكلكم حلوين وزي العسل كده، ربنا يكرمكم يا رب. بعد كده هنحط الورقة التانية طبعا، اي واحدة مقطوعة، اي
حاجه مكسره اي حاجه كده هنحطها في النص، لاننا هنلم كل الجلاش، مش هنرمي منه اي حاجه. بصي يا بنات، اي حاجه كده هو تتلم وتتعمل، ما نستهلكش اي حاجه، ما نرميش اي حاجه، واحده واحده كده ونشتغل فيها لحد ما نعمل اللفه كلها ان شاء الله باذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. بصي يا بنات اهو كده، بعد كده اورق كده، لان التوريقه دي بتدي طعم جميل جدا جدا، لان الجلاش لو ورقتوش كده بالطريقه دي لما تيجي تاكليه تحس كده بطعم النشا فيه او طعم الدقيق، وهالحاجات اللي هي بتفيد كده بحطها زي ما انتوا كده شايفين يا بنات. هنعمل كده الجلاش نصها كده، وبعد كده نضيف اللحمه فيها اهو زي ما انتوا كده شايفين. هنحط التعصية كده فيها. التعصية دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن لحمة محطوط عليها فلفل، محطوط فلفل اخضر، فلفل احمر، اي فلفل عندك الموجود، ومحطوط عليها البهارات بتاعتها، كمون، فلفل اسمر، ملح، السبع بهارات، سنة قرفة، سنة جنزبيل كده يعني يا بنات، عشان تديها طعم جميل كده. وبعد كده نعصقها وزي ما انتم شايفين كده، ونحطها هنا كده. وهنعمل فيديوهات كتيرة ان شاء الله تعصيج اللحمة، وعندنا فيديوهات كتيرة برضو معمولة بتعصيج اللحمة. حطينا الورقة دي كده، وهنكمل فيها بقى صينية الجلاش كلها يا بنات بالطريقة دي كده. هنحط ورقتين كده ونورق، او ورقة ونورق على طول على طول كده. بس لو وصلنا لحد هنا كده في الفيديو، ما تنسوناش بلايك واشتراك، ويا ريت تسمع الفيديو كده للاخر، وتحطوا لنا لايك، وتحطوا لنا كومنت حلو كده منكم زي العسل زيكم كده، تشجعونا كده وتنورونا في القناه، وتدوسوا على الاشعارات عشان توصل لكم، يعني تشتركوا وتدوسوا على الزر بتاع الاشعار عشان يوصل لكم كل فيديو نعمله او كل جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كل سنه وانتم طيبين. بص يا بنات، انا بحطها كده اهوتي، الورق كله بجمعه فيها، عشان هي اللفه دي انها كانت قاعده في الفريزر، فزي ما تقولوا ايه، اتكسرت مني كده شويه، فانا بحاول ان انا الم الورق الصغير فيها كده وارصه كده معاها عشان ما نرميش اي حاجه كده اهو. انا مش مسرعه الفيديو، معملاه واحده واحده برضو، عشان ايه، كلنا نعمل مع بعضينا كده اهو. نشوف الطريقه ازاي، يعني بدل ما نرمي الورق لا، نلمه كله ونحطه فيه في قلب الصينيه اهو. بص يا بنات، بنحطه وبنسويه كده، ولا يكن فيها حاجه مقطعه ولا اي حاجه ولا حاجه مكسره، زي ما انتوا كده هتشوفوا اهو. ونورق برضو كده ونكمل مع بعضين كده. دي خلصت كده يا بنات، ودهنا وشها سمنه. هنقطعها وهنركنها على جنب لحد ما نعمل اللي هي بالجبنه. هوريكم اللي بالجبنه جميله جدا جدا ما شاء الله، اللهم صل على النبي. وبعد كده هنقول لكم هنحط ايه على وشها يخليها كده تطلع جميله جدا جدا، احسن من الجبنه الموتزاريلا كمان اهي. بص يا بنات، هنقطعها كده بعد كده نقطعها كده تاني. انا بعمل معاكم واحده واحده كده، ولا بالبطيء خالص اهو. شايفين يا بنات؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ولا يهمك اي حاجه وانت بتقطعي، اتلمت منك الورقه، قطعت منك الورقه، نحطها، ما يهمناش اي حاجه، هنحطها ونسويها كده ونسويها وتطلع بالجمال اللي شفتيه. بعد كده يا بنات، انا جبت كده 2 بيضه كده، ضربتهم في بعض كده، وهحط عليهم فلفل اسمر، وهحط عليهم لبن بعد ما اعملهم بالفلفل الاسمر كده عشان ريحه الزفاره على الوش. بعد كده هنكب عليهم لبن يا بنات، وهنحط منهم على الوش، يدينا كده الطريقه اللي هي عامله زي ايه، زي ما يكون محطوط عليها جبنه موتزاريلا. بصوا يا بنات، الطريقه دي جميله جدا جدا ما شاء الله. نرب البيض كويس خالص مع اللبن عشان كله يتجانس مع بعضيه اهو. بصوا يا بنات،
ونركن كده الصينيه دي. طبعا قبل ما نعمل التانية، كل ما تسيبيها الصينيه تحط عليها اللبن بالبيض ده كده وتسيبيها، كل ما تديكي شكل احلى واجمل، تبقى جميله جدا جدا. تبقى عامله زي ما تكوني حاطه لها كيس موزاريلا، مش حبه كيس صاحي كده، زي ما تكون حاطه لها كيس جبنه موزاريلا كده، تبقى ماسكه ببعضيها كده وشكلها تحفه ما شاء الله. انا هزودها كمان حبه تاني من اللبن كده يا بنات. ايوه كده، هنركنها على جنب قبل ما نعمل الصينيه اللي هي بالجبنه التانية كده. هتشوفوها كده، هتبقى كده شربة اللبن بالبيض، بتبقى حاجه كده زي العسل كده. نسقي كده الاطراف بتاعتها لان الاطراف بتنشف بسرعه. وزادت معانا حبه التعصيجه دي اللي هي حبه اللحمه الصغيره دي خالص كده، فاحنا مش هنرميها طبعا ولا هنعينها برضو. طالما بنشتغل في الجلاش يبقى هنشتغل بيها. هنحط عليها حبة الجبنة الرومي دي كده، دي جايباها من السوبر ماركت زي ما هي كده. هنحطها اهي كده، كانت عندي برضو في الفريزر يا بنات، عشان كده مجمدة بفركها كده بايدي كده. بتجيب من السوبر ماركت كده، بتقول له انا عايزة جبنة رومي اللي هي ايه، مكسرة او مفرومة او زي ما بتسميها، فبيديك الطبق ده كده، بعمل اطباق كده بالشكل ده كده. وطبعا عندنا حبه جبنه موزاريلا برضو جبناها معاها. فهنخلط ده كله، الجبنه الموزاريلا على حبه الجبنه الرومي على حبه معلقه اللحمه دي كده، بس هتدينا طعم وشكل كده جميل جدا جدا ما شاء الله. هنخلطهم كده مع بعضيهم، وجبنا الصينيه عملناها بالماده الدهنيه كده زي ما انتوا كده شايفين. وهنشتغل في اللفه التانية. اللفه التانية هنعملها رول يا بنات على الطريقه اللي هي التركيه دي كده، بالجبن كده، مش باللحمه دي، بالجبن. هندهنها الاول كده بالسمنه كده بالفرشه كده، نورقها الاول قبل ما نحط جواها الجبن. بس يا رب يعجبكم الفيديو كده، وتدونا لايك كده وكومنت حلو واشتراك في القناة، تنورونا كده وتكترونا كده، واهم حاجة اللايك يا بنات عشان الفيديو يترفع. بصوا يا بنات، احنا هناخد ورقتين ورقتين ونعملهم رول. انا هعين كده ورقتين كده واغطي بقى الورق عشان برضو ما ينشفش مني، وهنشتغل فيها على طول. انا هوريكم اول رول كده، وبعد كده ايه هشتغل مع نفسي. بصوا يا بنات اهو، شايفين؟ انا هجيب بقى احط بقى الجبنه واوريكم كده، وبعد كده هغطي الورق وهشتغل مع نفسي كده ان شاء الله. هوريكم واحده او اتنين كده، وبعد كده نغطيها ونشتغل مع نفسينا كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الجلاش بالجبنه جميل جدا جدا ما شاء الله. وتحطي اي نوع جبن، ممكن كنت تضيفي عليه فلفل، تضيفي عليه طماطم مع الجبن، تضيفي عليها فلفل الوان اخضر احمر اصفر، كل الالوانات اللي عندك تضيفيه معاها برضو، بتدي شكل جميل ورائع كده، جميل جدا جدا. بصي يا بنات، عملت رول كده وهنرص طبعا في الصينيه. نجيب الصينيه كده وهنرص فيه كده ما شاء الله على قد الصينيه، زي ما تكون بالمسطره متقاسه. بصي يا بنات، الله اكبر يعني عليها، جميله جدا جدا. هنعمل كمان واحده تاني معاكم. اهم حاجه انك انت تورقيها كده عشان لما تستوي تديكي طعم جميل جدا جدا، ما تديكيش طعم الدقيق او النشا وانت مش مورقاها بالسمنه كده. دهنه خفيفه يعني، ما تكتريش عشان الجو حر برضه. بس يا بنات انا هتنها كده وهحيشه ورقتين ورقتين كده زي ما انتوا كده ايه شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا غطيتهم كده زي ما انتوا كده شايفين. برضه هشتغل برضه اوريكم واحده تانية كده اهو، عشان ما ينشفوش كمان، عشان هتعمليهم رول. يعني لو نشفوا هيتكسروا منك وانت شغاله، مش هتعرفي تعملي منهم رول خالص، هيتكسروا ويدقدقوا منك. يعني فاحنا هنحط الجبنه كده وهنرول لهم كده وقتي. اللهم صل على النبي، حاجه زي العسل. طبعا في الوقت ده كده انا وانا شغاله كده ولعت الفرن عشان احطهم على الفرن بيستوي بسرعه. الجلاش ما بياخدش وقت خالص نهائي في الفرن، بيستوي بسرعه. سيبنا برول لهم كده رول كده
ما شاء الله. الطريقه دي جميله جدا جدا. ممكن تعمليه باللحمه كده، تعملي تعصجي الصدور بتاعت الفراخ او الوراك بتاعت الفراخ، تعمليه كده تبقى جميله جدا جدا ما شاء الله. بس يا بنات انا عملتها رول كلها وغطيتها كده لحد ما اوريها لكم كده ما شاء الله. كملت اللفه كلها وعملتها بالطريقه دي. هنقطعها كده اصابع ان شاء الله يعني. لما غطيتها الرولات بتاعتها او الرول بتاع الصينيه قعد طري وجميل، ما نشفش ولا تقصفش ولا اي حاجه. بصوا يا بنات حاجه كده زي العسل والله، جميله جدا جدا وشكلها تحفه، شكلها زي العسل كده. ايه رايكم؟ قولي كده بقى رايكم واكتبوا لي في الكومنتات. ولو في اي حاجه برضو اكتبها لي، وانا يعني لو في وصفه عاوزينها، لو اي حاجه يعني نتعلم من بعضينا. يعني في حاجه برضو وصفه عاوزين تعملوها، وصفه عاملينها تقولوا لي عليها اعملها وانزلها، حاجه يعني نساعد بعضينا كده يا بنات. ماشي. هنحط كده بقى طبعا بقى الخلطه بتاع اللي انا عاملاها اللي هي البيض واللبن، ونضيف عليهم الفلفل الاسمر. هنكب كده بقى الخلطه، انا هزقها كده بس هكب الخلطه كلها عليها عشان تتشرب كلها. بصي يا بنات جميله جدا ما شاء الله. الطريقه دي اللبن والبيض بيخليها تطلع كده متماسكه زي ما تكون حاطه لها زي ما قلت جبنه موتزاريلا كده، وبتخليها طالعه طريه كده من جوه وزي العسل. وبجيب المعلقه او الشوكه والطروف كده بنزلها كده في الخلطه بتاعتها دي عشان تطلع بالشكل الجميل. بصي يا بنات اللي انا ركنتها اللي عملتها من شويه كده وركنتها طلعت جميله جدا جدا. زادت مني حبه سمنه اللي كنت بورق بيها، وانا هرشهم كده على الوش. دي اختياري، ممكن تعمليها ممكن ما تعمليهاش. هحطهم كده على الوش وبعد كده احطهم في الفرن اهو زي ما انت كنت شايفه، رشه كده بسيطه كده بالفرشه. مش هحط الفرشه فوق الفوقيم طبعا عشان هي كده باللبن والبيض طبعا دايشه او طريه، فما ينفعش ان احنا نحط الفرشه. احنا هننقط عليهم من فوق كده بس كده بالسمنه اللي انا عاملاها دي، لان السمنه دي بلدي كده يا بنات، فهتديها طعم وريحه جميله جدا جدا. وهعمل التانية برضو نفس الحكايه كده اهو. هنروح نحطهم في الفرن وهنوريهم لكم لما يطلعوا بالشكل الجميل اللي انتوا شفتوه في الاول وهتشوفوه تاني. حاجه تحفه تحفه ما شاء الله زي ما انتوا كده شايفين، حاجه زي العسل. اتكلوا نيين زي ما انتوا كده شايفين، وطلعوا بقى بالجمال ده زي ما انتوا كده شايفين، حاجه زي العسل اهو. بصوا يا بنات سخنين خالص ما شاء الله. بصوا اللبن بالبيض عاملهم متماسكين.